الاكل الصح مش معناه اننا نقلل سعراتنا عشان نخسر وزننا وخلاص، لان انا ممكن اكل كل الاكل المعمول بطريقة صحية وبكميات محسوبة، وقتها اقدر اخسر وزني بشكل صحي. وعلشان كده كمان في بروتوكول النحافة بنهتم ان كل الاكل الموجود في البروتوكول يكون اكل صحي، مش بنعتمد على زيادة الوزن في الاكل الانهيلسي. وجسمك محتاج الاكل عشان يعيش، وانت شايف اهمية الاكل مقتصرة على اني اسد جوعي بس، ولان الاكل هو مركز الطاقة في الجسم من بداية اليوم. علشان كده مهم ان انا اديله كل الاكل الصحي عشان احافظ على صحتي، اديله الفيتامينز الناقصة، اديله كل العناصر وكل المكونات الاكل زي النشويات والبروتينات والدهون الصحية والخضروات والفاكهة وحصص الالبان. وحاول على قدر المستطاع ابعد عن المقلي والاكل المصنع والجاهز اللي بيأثر على الجسم اثناء عملية الهضم وبيلخبط الهرمونات وبيسبب الامراض المزمنة. حتى لو بناكل منها كتير نحاول نقلل منها. كنت معاكم اخصائية التغذية رضوى عكاشة، رب تكونوا بتستفادوا من المحتوى اللي بقدمه.